كانت هناك أسرة صغيرة مكونة من أب وأم وثلاثة إخوة، وقد كانوا مهتمين بالحيوانات، خاصة الديناصورات، ودائما لديهم فضول لمعرفة المزيد عنها. شعرت الأم بهذا وقررت أن تشبع هذا الفضول. ذات يوم أعدت لهم لعبة الكنز، ونادت عليهم قائلة: يا أولاد، لنلعب معا لعبة. فتحمسوا جميعا، وقال مهاب وهو أكبرهم: لعبة؟ أنا متحمس. وقال الولد الأوسط تامر: نحن مستعدون يا أمي. وأخيرا قال الأصغر واسمه أيمن البالغ من العمر 3 سنوات: أنا أحب اللعب. ابتسمت الأم وشرحت لهم اللعبة قائلة: سنلعب لعبة الكنز. سأعطيكم خريطة توضح لكم مكان الكنز، ولكنكم تحتاجون لأن تمروا على محطات وأماكن مختلفة، وتنفذوا المهمة المطلوبة منكم في كل محطة كي تتمكنوا من الوصول إلى الكنز. بدأ الأولاد في التحرك، حيث أشارت الخريطة إلى أول مكان وهو المطبخ. توجهوا إليه باحثين عن المهمة، فوجدوا أغطية من علب البلاستيك عليها أحرف، ومكتوب بجانبها: قم بدمج الحروف لتكوين اسم حيوان تحبه. وبالفعل بدأوا في تجميع الحروف السبعة، ولكنهم وقفوا في حيرة. فقال أيمن: أنا أحب الديناصورات. فهتف مهاب قائلا: بالفعل يا أيمن، الحروف تكون كلمة ديناصور. نظروا إلى الخريطة وتحركوا مع الأسهم حتى وصلوا إلى الشرفة، وأخذوا يبحثون عن المهمة حتى وجدوا ظرفا بداخله 4 صور لأنواع مختلفة من الديناصورات، والمطلوب منهم ذكر اسم كل نوع. وبالفعل قال أيمن: هذا تريكس، أنا أحبه، ولديه يدان صغيرتان ويسير على قدمين. ثم نظر تامر وقال: أنا أعرف هذا، إنه البراكيوسورس، وهو واحد من الأنواع التي تعيش في البحيرات والأنهار الضحلة والعميقة. والآخر ديناصور ترايسيراتوبس ولديه 3 قرون حادة وقوية، وطوق عظمي يشبه الدرع على رأسه. أما آخر صورة فقد تمكن مهاب من تعرف النوع قائلا: هذا بتروسورس، ولديه أجنحة يطير بها. أعادوا النظر إلى الخريطة، تبعوا الطريق حتى وصلوا إلى غرفة اللعب، وهناك وجدوا المهمة مكتوبة على السبورة، وهي أن يكتب كل منهم 3 أسئلة يريد أن يعرفها عن الديناصورات. وبالفعل كتب كل واحد الأسئلة التي يريدها، وساعد تامر ومهاب أيمن في الكتابة. وأخيرا وصلوا إلى الكنز الذي كان في غرفة المعيشة مع والدتهم، وهو صندوق صغير مغلف على شكل هدية. تحمسوا لمعرفة ما بداخله، وقاموا بفتحه في ترقب وشغف، فوجدوا به 3 تذاكر خاصة بمتحف الديناصورات. قفز الأولاد من شدة الفرح وعانقوا والدتهم فضحوا إلى المتحف. ولا تنسوا أسئلتكم واستفساراتكم التي كتبتموها في الورقة. أعدت الأم للأولاد لعبة الكنز لتشبع فضولهم نحو الديناصورات. أعطت الأم للأولاد خريطة توضح مكان الكنز. قام الأولاد بحل 3 مهام. اكتشف الأولاد أن الكنز عبارة عن 3 تذاكر خاصة بمتحف الديناصورات. تعامل الأولاد معا في أثناء بحثهم عن الكنز بتعاون. فكرة كانت دمج الحروف لتكوين اسم حيوان تحبه. المهمة الثانية كانت التعرف على 4 صور لأنواع مختلفة من الديناصورات. المهمة الثالثة كتابة 3 أسئلة يريد أن يعرف